السلام عليكم وتحية لكم جديد في هذا الفيديو جديد بخصوص كوريا الجنوبية والمعلومات على كوريا الجنوبية. وصلوني مؤخرا أسئلة كما العادة، الأسئلة اللي كنشوفهم كيتكرروا في الخاص بزاف راني كنجاوب عليهم عن طريق فيديوهات. السؤال اللي كان وصلني بزاف مؤخرا هو المهن، شنو هي المهن اللي مطلوبة في كوريا الجنوبية؟ واش كاينه شي مهنه محدده اللي مطلوبه في كوريا الجنوبيه؟ كاين اللي كيقول لي انا حلاق بغيت نجي نخدم في كوريا الجنوبيه، انا صباغ، انا قباص، انا يا زليجي، انا كندير هادي، انا كندير هادي. واش هاد المهن مطلوبه في كوريا الجنوبيه ولا لا، ولا غير غادي نجيو نضيعوا وقتنا في كوريا الجنوبيه؟ يعني هاد الاسئله كتكرر بزاف. فباش نكون صريح معكم وباش نكون موضوعي معكم وما نكذبش عليكم، اي واحد عنده شي حرفه في المغرب او لا في بلاده وجاي لكوريا الجنوبيه، غير نسى الحرفه ديالك، غير نساها. ما غاديش تحتاجها في كوريا الجنوبيه وما غاديش تخدم بها. ما تحتاجهاش كما قلت لك، ما تحتاجش هاد الحرفه ديالك باش تخدم. الخدامي اللي متوفرين هنا في كوريا الجنوبيه بزاف هما الخدامي ديال الخدامي ديال المصانع. المصنع ما كيطلب منك لا حرفه لا حتى شي حاجه. واخا الانسان يكون خدام في المصنع اللي انت غادي تمشي له اول نهار تخدم فيه، يكون واحد اخر خدام فيه 6 سنين، ان فوا تدخل المصنع النهار الاول تخلص بحالك بحاله، ما كاينش فرق، ما كاينش هذا صنايعي وهذا معلم وهذا لا. كلشي كيتخلص نفس الخلصه، كلشي كيدير نفس الخدمه. المصانع يعني راه كضرب فيه يومين كتفهم خدمتك، يعني ما تكونش شي حاجه معقده بزاف ولا شي حاجه. كيطلب غير الانسان يكون شويه كيقدر يخدم وكيصبر وكيتحمل الساعات ديال الخدمه وداك الشيء. هادشي اللي كيطلب. بالنسبه للحرف، القابس، الصباغه، الحلاقه، داكشي خاصه الحلاقه، يعني الحلاقه البنات الكوريات هما اللي كيخدموا فيها. 90% البنات الكوريات، والاجانب قليل فاش تلقى شي اجنبي خدام في الحلاقه هنايا، او شبه منعدم، ما كايناش الاجانب. يعني الكوريين او الكوريات بصفه خاصه هما اللي خدامين في الحلاقه في كوريا الجنوبيه. بالنسبه للقابس، الصباغه، داكشي ما تحتاجهمش في كوريا الجنوبيه، يعني قليل الاجانب كذلك اللي كيخدموا في هذا الميدان هذا. فالاغلبيه اللي كيبغي يخدم بكل سهوله ويلقى الخدمه بكل سرعه بسرعه، يعني ما يتاخرش، ما يبقاش يقلب بزاف على الخدمه وكيلقى الخدمه موجوده، هي الناس اللي كيتوجهوا للمصانع. اصلا المصانع هما اللي بزاف موجودين في هذه البلاد. يعني الا بغيتي تقلب على واحد الحرفه محدده تخدم فيها، تقدر تجلس وقت طويل وما تلقاش ديك الحرفه. فمن الافضل الانسان اللي كيجي لكوريا نسى باللي عندك شي حرفه، من غير حرفه وحده. حرفه وحده اللي مطلوبه في كوريا الجنوبيه الصراحه، وحتى الراتب ديالها شويه طالع، اللي هي الصدور او اللحام، او كل دوله شنو كتسميه. حنا في المغرب كنسميوه الصدور، تقريبا في مصر كيسميوه اللحام. او المهم هذه هي الحرفه اللي مطلوبه اللي في كوريا الجنوبيه. الناس اللي كيخدموا هذه الحرفه شويه عليهم طلب، كيكونوا مصانع اللي كيطلبوهم بزاف، بالاضافه لان حتى الصالير ديالهم كيكون شويه طالع شويه. من غير هاد الحرفه هادي بقيه الحرف تقريبا ما عندها حتى شي قيمه، حتى شي واحد ما كيسول فيها. الانسان كيجي لكوريا كيتوجه للمصانع باش يخدم بكل سهوله بكل سرعه، باش بلا ما يبقى يتسنى بزاف. ونتمنى تكونوا استفدتوا. هذا هو الفيديو، المعلومات بخصوص الحرف في كوريا الجنوبيه. ونشوفكم فيديو جديد، وتحيه لكم، السلام عليكم ورحمه الله.